بما ان الاهلي حصل على 3/4 جوائز دير جيست، فاحنا هنا مش هنقدر ننسى نادي الزمالك في حفلة دير بيست، عصير بيست، كل الانواع اللي قلبك يحبها. فطبعا هنا هنتكلم عن نادي الزمالك في الجوائز اللي هو يستحقها. اول جايزة صاحب اكبر يافطة رياضية في مصر، او اكبر كتبة رياضية في مصر، دي بالنسبة للنادي. بالنسبة لحسين لبيب، أكبر تاجر أنابيب في مصر. بالنسبة للجايزة اللي هياخدها زيزو خد أحسن صينية شاي في مصر. طب بالنسبة لفتوح، ده أفضل واحد قضى مدة حبس في مصر في 2024. بالنسبة لواحد السيد، ده أفضل مدير كورة في أبو ظبي في ال7 أيام اللي قعدهم. بالنسبة لدونجا، يلي ده طبعا كان مع اخوه مصطفى شلبي، كانوا واخدين جايزة نجم الساطع في ابو ظبي الاسبوع اللي قعدوه. طب بالنسبة للأسطورة الكرتونية شيكابالا، ده اكتر واحد فرح الاهلاوية في مصر في 2024 لما ضيع ضربة الجزاء وادانا البطولة على طبق من ذهب، وحزن البعض الاخر اللي هم كانوا عشمانين وعشمهم طلع في المزلقات. بس هو ده نادي الزمالك، اكبر كدبه رياضيه في مصر، الفارس الكذاب. نسينا طبعا الاحتفال بتاع الثلاثي المرح اللي هم كانوا في زنزانه واحده، ومش هننسى الاحتفال الجميل ده بتاع ناس قضت سجن او حبس خارج مصر. مفيش حد فاز منه بجايزه في الحفله الاساسيه دي رجست غير حمزه المسلوسي، افضل مدافع في مصر. وانا بقولها لك كاهلاوي، لعيب مجتهد ويستاهلها عن جدارة. باقي الاساطير والشكاير فين؟ ما شفناش حد، عشان تعرفوا انتوا تستاهلوا حقيقي لقب اكبر كدبه رياضيه في مصر.